رمضان كريم، وعشان شهر خير دايما الخير موجود ليوم الدين، ولكن عشان شهر الخير كل عام وانتم بخير. الدولة حرصت على وجود أكتر من معرض وأكتر من منفذ لبيع المنتجات بشكل أو بسعر مخفض دعما للمواطن. وعشان كده حبينا نيجي نغطي الحدث الجميل ده، وحبينا نشوف بعينينا اقبال المواطنين، وحبينا نشوف المعرض تنظيم والمنتجات المعروضه والشركات العارضه. تابعونا في التغطيه الحيه لمعرض اهل رمضان وغيره من المعرض الثاني، وتنظيم شركه تذكرتي النظاماء الهيئه العامه للمعارض ايجيبت اكسبو. اهلا بيكم، تابعونا في التغطيه للمعرض. اثناء تجوالي في المعرض وجدت ان في جناح جميل جدا عباره عن لوحات فنيه موجوده حواليا، منتجات متعدده، وحبيت ان انا اتكلم عن احد المنتجات. شرف بحضرتك. محمد سالم مع حضرتك. شركه ايه يا فندم وايه المنتجات؟ شركه ليارتي، وشغالين في الاستانلس بقالنا اكتر من كذا سنه، بس اول سنه نشارك السنه دي في المعرض في القاهره الدولي. اهلا بحضرتك. انا شايف ما شاء الله منتجات جميله جدا ولوحات فنيه، يا ريت تكلمنا عنها بشكل كده مختصر. والله الحمد لله عاملين عروض جامده جدا في المعرض القاهره الدولي، خصم من 15 ل 20%، وفي حاجات وصلت ل 30%، وعاطين ضمان 5 سنين على مستوى الجوده بتاعتنا. يعني عاملين حساب اهل رمضان وعاملين حساب طبعا كل الاسعار كويسه بحيث تكون في متناول الجمهور وادراء الوضع الاقتصادي. احنا شاكرين جدا لحضراتكم وفرصه سعيده يا فندم. كان دايما بعد يوم طويل لازم نرجع البيت ونرتاح، واساس الراحه في البيت هو ده سرير وطبعا اذا كان مريح هترتاح في نومتك، واذا كنت نايم مرتاح يومك كله هتكوني سعيد ومرتاح. فعشان كده حبينا نعمل لقائنا مع احد العارضين ومنتجات متميزه. حابين نتشرف بحضرتك. محمد حسني، مدير مبيعات شركه فانتازيا. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه المميز في المعرض النهارده؟ المميز في المعرض النهارده، المعرض عموما معرض القاهره الدولي كل سنه زي ما هو معود بيكون الاقبال فيه عالي، والحمد لله بيحصل مبيعات كويسه وبيحصل فيه عدد زوار كويس، واحنا مبسوطين وبنتشرف ان احنا مشتركين في معرض القاهره الدولي وفي الحاجات اللي بتنظمها الهيئه العامه للمعارض طبعا. يعني الزوار يعني ايه اللي يخليه يجي يشتري المنتج ده عن اي منتج تاني؟ ايه المميز؟ هو فعليا فانتازيا تعتبر دلوقتي في الصداره في صناعه المراتب والمفروشات في مصر. الحمد لله واصلين لمرحله كويسه جدا من التكامل او من الاكتفاء الذاتي، لان احنا بنمتلك حوالي 90% من مدخلات الصناعه، سواء بمصنع لتصنيع المراتب والمفروشات ومصنع لتصنيع القماش النسيج. كل الأقمشة اللي على منتجات فانتازيا من إنتاج مصنع نسيج فانتازيا، بخلاف مصنع السلك الشاسيات والحاجات دي اللي هي اللي جوه مكونات المرتبة. بخلاف ان الحمد لله عندنا مصنع من اكبر مصانع الاسفنج في مصر ويمكن في الشرق الاوسط، الاسفنج البيور
وده بننفرد فيه غالبا يعني على مستوى مصر يعني الحمد لله. ما شاء الله، حاجه جميله جدا ومشرفه. طبعا اكيد مراعيين ان اهل رمضان على ابواب، فطبعا مراعيين الاسعار. اكيد طبعا الحمد لله ان الحاجات دي كلها مساعدانا ان احنا نقدم منتج كويس جودته عاليه بسعر مميز جدا وبسعر يعتبر سعر منافس نظرا للمقاومات اللي انا حكيت لحضرتك عليها دي، بخلاف ان الحمد لله اقتصاديا الحمد لله مركزنا قوي، لان احنا 50% من انتاج فانتازيا تصدير، مصدرين دول كتير جدا، اكتر من 12 دوله. مصنعنا موجود على الطريق الدولي الساحلي عشان نبقى قريبين من جنب المينا على طول، جنب مينا دمياط ومينا بورسعيد. بس بخلاف كده احنا لينا تواجد من اسكندريه لاسوان، متواجدين تقريبا في كل المحافظات. فانتازيا ليها رقم مختصر 16427، اللي عايز يعرف اقرب فرع ليه يقدر يتواصل مع الرقم المختصر او يدخل على الويب سايت fantaziabet.com، يقدر يعرف اقرب فرع ليه ايه ويعرف الاسعار ويعرف العروض والخصومات اللي احنا دايما بنحاول ان احنا نواجه بيها الازمات ونوصل بيها للمستهلك. احنا سعيدين جدا بوجودنا مع حضرتك وفخورين بالمنتج المصري، وتحيا مصر يا جماعه، ميد ان ايجيبت هي رقم واحد، وفخورين بشركتنا المفضله فانتازيا ان هي بتشجع المنتج المصري وبترفع راس مصر وعلم مصر في كل مكان. شكرا. ابدا لقائي هنا بشكل مختلف، لاني حرفيا وسط متحف، قدامي لوحه فنيه انا ما شفت زيها في حياتي قبل كده، حاجه فعلا فريده. فحبيت ان انا اكون مع الفنان الكبير صانع التحف الفنيه الجميله دي. اتشرف بحضرتك. مهندس هيثم يوسف ابو ريا. طبعا انا اونر لشركه ارت اند تالنت فرنتشر، وطبعا حبينا ان احنا نطلع فكر جديد ومنتجات جديده ولاينز جديد في عالم الفرنتشر. نكون فخورين جدا ان هو يبقى انتاج مصري ميد ان ايجيبت، نعرف العالم كله ان احنا نقدر نعمل حاجات قويه قوي. لا مش ايطاليا بس هي احسن دوله في العالم بتشتغل في الاخشاب وبتشطب اخشاب، لا احنا نقدر نعمل اكتر منها، نقدر ندخل اسواق عالميه ننافس فيها بمنتهى الكفاءه وبمنتهى القوه بتاعت اي دوله اوروبيه. طبعا انا حابب ان انا اقول لكم الاول ان انا هاوي الطبيعه. حبيت ان انا لما اشتغل فكر جديد لازم ارجع للطبيعه. حبيت اشتغل بالاخشاب الغريبه المميزه الفريده اللي نقدر نطوع بيها شجره من صنع الخالق رب العالمين، ان احنا نقدر نستفيد بيها كبشريه. نقدر نعمل ترابيزه، نقدر نعمل سرير، نقدر نعمل سفره، ممكن نقدر نعمل كافي تيبل، نقدر نعمل اي حاجه. احنا كمصريين احنا نقدر نعمل اي حاجه، بس هي الفكره كلها ان احنا محتاجين بس ان احنا نشتغل على نفسنا شويه، محتاجين ان احنا نفكر نطور من نفسنا، وخاصه ان العالم كله والتكنولوجيا النهارده بقت سريعه جدا فوق ما اي حد يتخيل. فطبعا احنا لو ما كناش بنواكب السرعه دي طبعا احنا هنفضل دايما زي ما احنا، مش هيكون في خطوه للامام. محتاجين نشتغل على نفسنا كويس، محتاجين نطور ونفكر ونشتغل. وطبعا انا هسيبكم انتوا تشوفوا لوحدكم المنتجات طبعا اللي انا اشتغلتها، هل يا ترى هتعجبكم وهتنال اعجابكم. بس طبعا هي حاجه انا شخصيا بعتبرها فخر للصناعه المصريه. انا بتكلم ان انا في وسط متحف حرفيا ما شاء الله، لوحه فنيه حواليا مجموعه من التحف والمنتجات رائعه جدا ما شاء الله. فانا بشكرك عليها جدا. اكتر حاجه بشكرك عليها
انك رفعت اسم صنع في مصر. الحمد لله يا جماعه اول حد اقابله في المعرض يقول لي صنع في مصر، 100% صنع في مصر، مصريين ابهروا العالم بمنتجاتهم، بصناعتهم، بتفكيرهم، بذوقهم، بفنهم. مش مجرد كلام، لا على ارض الواقع يا جماعه. فما شاء الله احنا فخورين جدا بوجودنا معاك، وحقيقي حقيقي قدوه ومثال جميل جدا للشباب يقتدوا بيه. وعشان كده حابين ان شاء الله نعمل مع حضرتك لقاء خاص نتكلم فيه عن ازاي بدات الفكره دي، وازاي نميتها، وازاي وصلت بيك لمشروع ان شاء الله توصل بيه للعالميه. انا سعيد جدا بوجودي معاك، وطبعا مش هنتكلم على الاسعار. لا اكيد هي مش قصه، مش هنتكلم على الاسعار ولا حاجه. هي الفكره كلها طبعا قبل ما اتكلم في اسعار وقبل ما اقول اي حاجه، انا طبعا النجاح ده كله ليا فيه نص التاني وصديق عمري، واتربينا مع بعض والحلم كبر مع بعض وابتدينا ناخد الخطوات كلها مع بعض. مهندس محمد الشامي طبعا هو مفيش نصيب ان هو يكون موجود معانا النهارده، بس الفرصه جايه ان شاء الله كتير ان احنا نكون مع بعض. بدأنا مع بعض كتف في كتف، الفكرة اتولدت سوا، نميناها سوا وكبرنا بيها سوا، وبنتمنى ان شاء الله ان احنا لما نوصل ان احنا ننافس اسواق عالميه واوروبيه هنكبر بيها سوا ان شاء الله رب العالمين. والاسعار صدقني في متناول الجميع، مش الاوفر برايس خالص، لا بالعكس. يعني احنا زي ما بقول لحضرتك احنا شباب وحاسين قد ايه الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها ظروف صعبه، فلازم ان احنا بنتساهل مع كل الناس، بنقدم المساعده اللي نقدر نقدمها سواء ماديا او معنويا او فكريا او اي شيء نقدر نساعد بيه الناس. ربنا دايما يجعلنا سبب لمساعده الناس يا رب ان شاء الله. هو انا اشكرك كنا معكم في التغطية للمعرض، وشفنا مع بعض لقاءات متعددة مع أكتر من عارض، وشفنا رأي الناس، وشفنا الإقبال الكبير على المعرض، وشفنا إن الناس سعيدة قد إيه بالأسعار المخفضة ديت. وفعلا رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.